اليوم عنا أفكار كتير حلوة. شي نهار جربتي تقصي علبة المحارم أو الكلينكس لنصفين؟ اليوم رح نقصها. شي نهار جربتي تعلقي قنينة البيبسي على الحنفية؟ طيب حطي مي المغلية هيك وشوفي شو حيصير، تابعيني. شي نهار جربتي تقصي علبة الكلينكس بهيدا الشكل؟ أكيد لا. اليوم بدي أعلمك على هيدي الفكرة المهمة كتير، إنك تجيبي علبة المحارم أو الكلينكس وتقصيها كلياتها لتحت. اكيد رح تستغربي ليش انا عم بعمل هيك. خليني قصة لفرجيكم الخطوة اللي بعدها. جبناها بهيدا الشكل مثل ما شايفين. رح اكبس شوي وبلش بالقص. بهيدا الشكل شفتوا فصلتهم اثنيناتهم عن بعض. طيب ليش انا فصلتهم؟ رح فرجيكم. رح جيب كيس صغير مثل ما شايفين ورح اخد اول اسم. طبعا هون انا بكون عم وفر كتير احبائي. نحن بالعادي وقت بدنا ناخد وحده مثلا بتطلع عنا وحده كامله، خاصه اذا كان عنا اولاد، وبتعرفوا الاولاد كل شوي بياخدوا محرمه او كلينكس، فهيدي اوسط طريقه لحتى نوفر كتير. يعني بتصير بكفينا او بتصير بتكفينا علبه المحارم دبل، يعني على مرتين. رح نغلفها بهيدا الشكل مثل ما شايفين. نعملها بهيدي الطريقة ومنسكرها من هون، نربطها عادي بهيدا الشكل. ربطتها بهيدي الشكل مثل ما شايفين لأول اسم. وكمان الاسم الثاني كمان جبت كيس، فيكم تجيبوا حيلا كيس موجود عندكم بالبيت. رح نشيلهم بهيدا الشكل ورح كمان دخلهم بالكيس بنفس الطريقة بهيدا الشكل. كمان رح اربطهم من الميلة الثانية بكل بساطة. صار عندي علبة 2 وتركت شوي صغيرة هون، حاتركن عندي بالمطبخ لحتى استفيد منهم. رح احطهم هون بس بدي محمي او كلينكس بيكون عندي. يعني انا هون بكون استفدت من 3 علب مثل ما شايفين. هلا رح جيب المقص او السكينة ورح قصها شوي من هون، شفتوا؟ وكمان من هون بنفس الطريقة. ساعتها بقدر اسحب، شفتوا؟ بهي الطريقة محرمة وكمان بهيدي الطريقة. هلا رح شيل هيدي خبيها ورح خليهم يستعملوها. شي نهار جربت تعلقي القنينة بالحوض عندك بهيدا الشكل على الحنفية؟ اليوم رح نعمل هيدي الطريقة المهمة كتير، انا بنصحك انك تجربيها. بداية احبائي رح نجيب القنينة مثل ما شايفين، رح نسكرها بهيدا الشكل ورح نباشر بقصة من هون. بكل بساطة رح قصها. هون قصيناها مثل ما شايفين. وكمان بدي اجيب السكينة واعمل بقلبها ثقوب. انا هون مثل ما شايفين هيدي السكينة بس بستعملها طبعا لقص فيها البلاستيك ومنزوعة، ما بستعملها ابدا للاكل. فرح ابلش اعمل بقلبها ثقوب هيدا الشكل مثل ما شايفين. بهيدي الطريقة. عندي هون جوانتي مثل ما شايفين قصيت منه قطعة. هلا شو بدي اعمل؟ كمان رح قص قطعة صغيرة من فوق بهيدا الشكل ورح جيب هيدي ورح دخلها من هون لجوا بهيدي الطريقة. هون بعد ما فوتها على الاخر بهيدا الشكل، شفتوا كيف صارت عندي؟ هلا بدي اخدها وبكل بساطة علقها بالحنفية. رح دخلها بالحنفية بهيدا الشكل مثل ما شايفين. وصار عندي
مثل الرشاش المتحرك، بقدر بكل بساطة اني غسل الحوض كلياته بكل سهولة، وكمان غسل من فوق البلاط او السيراميك بكل بساطة. هون مثل ما شايفين شفتوا في مثلا غسل الحوض، غسل مثل ما شايفين قد ما بدي بكل بساطة وبكل سهولة. جربوا الطريقة احبائي، مش رح تندموا ابدا. اليوم عنا فكرة كتير مهمة. مثل ما شايفين أنا عندي هون فردتين كلسات، كل فردة شكل. للأسف هيدي فردتها ضاعت وهيدي فردتها ضاعت، ما بقى لقيتهم. اليوم رح نعمل فيهم فكرة غير شكل. بتمنى طبعا بقلب علبة الحليب تشوفوا الفكرة للنهاية. رح نعمل هيدي الفكرة اللي خلينا نباشر بالفكرة. بداية أحبائي أنا جبت جاط كبير مثل ما شايفين. أول شيء أنا بدي أحط ملح الليمون. هيدي وصفة جبارة بتقدروا تعملوها. بداية رح ننزل ملح الليمون، وناس بيقولوا عنه حامض الليمون، نحن بنقول عنه ملح الليمون. ملح الليمون نزلناه مثل ما شايفين. كربونة هيدا الشكل، معجون جلي شوي صغير، كلياتهم بقلب بعض ليصيروا عندي مثل عجينة. رح نزل 10 من الليمون الحامض. شفتوا صاروا عندي مثل العجينة. طيب هيدول انا شو بقدر اني اعمل؟ رح نزل هيدول بكل بساطة بقدر اعملهم ماسك للوجه. شفتوا هيدا الشكل ماسك للوجه لإعادة إحياء الخلايا الكلستين أو كل الخلايا اللي أنا مضيعت لهم فرداتهم. طبعا حطيت مي أنا بقدر أتحملها، مي دافية. يعني الجلد عندكم كتير ناشف، ما عليكم إلا تعملوا هيدي الطريقة لإعادة إحياء الخلايا. ساعتها بتصير عندكم الجلد بيصير عندكم أو بشرتكم خليهم مبلولين مثل كيف بشرة الأطفال. جبت المساحة كل يوم إذا بدكم، ورح تلاقوا الفرق من أول مرة. وبتنترك على الوجه لمدة ربع ساعة وبيرجع بيتغسل الوجه بماء الزهر على الآخر هيدا الشكل. وكمان الثانية كمان عصرتها شوي ورح دخلها من الميلة الثانية، وهون دخلتهم اثنيناتهم بهيدا الشكل. عندي هون فوق الغاز مثل ما شايفين في كتير زيت ودهونيات. بكل بساطة أحبائي بجيب هيدي الخلطة اللي أنا جهزتها وعملتها وحطيتها بالكلستات، وبصير بعملهم بهيدا الشكل. ما تتخيلوا قديش خلطة رائعة وخلطة مهمة، وكل الزيوت الموجودة كلياتها رح تروح. راحت كل الزيوت بلمح البصر، وصار عنا البلاط عم يبرق. ما تنسوني من اللايك والمتابعة.